نيابة مجلس قضاء بومرداس الصادر اليوم ذكر تفاصيل وصفت بالصادمة حول المعطيات الأولية لوقوع هذا الحادث. كشفت التحقيقات الأولية حسب ذات البيان أن سائق الحافلة الذي توفي في هذا الحادث كان تحت تأثير أكثر من مخدر، وأنه تم العثور على قرصين من المؤثرات العقلية. كما كشفت فاجعة تدمي القلوب وتهز الجزائر بأكملها. 28 روحا بريئة زهقت في حادث مرور مروع بحافلة الموت في بومرداس، لكن الكارثة الحقيقية هي ما كشفته التحقيقات الأولية. استمعوا جيدا للرعب. السائق كان تحت تأثير المخدرات، يقود بسرعة جنونية تجاوزت 120 كيلومترا في الساعة في منعرج خطير لا يسمح فيه بتجاوز 60. ليس هذا فقط، الحافلة كانت مكدسة ب64 راكبا بينما طاقتها لا تتجاوز 51. استهتار قاتل حول رحلة عادية إلى مجزرة دموية أدخلت البلاد في حداد وطني. إلى متى يستمر إرهاب الطرقات في حصد أرواح الجزائريين؟ شارك المقطع لنشر الوعي والمطالبة بوقف هذا النزيف.